بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ياء الدمام المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟ أرجو الإفادة بسؤالي. هذا سؤال عجيب. يعني إذن قل ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب في وجود فاسقين ومعتدلين؟ ونقول السبب في ذلك أن هذه حكمة الله عز وجل. الله أكبر. كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين واحد وعقيدة واحدة، لكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثا، لأن النار تحتاج إلى أهل والجنة تحتاج إلى أهل، فلا بد من الاختلاف. لكن ينبغي أن يقول ما هو الضابط في العقيدة الصحيحة وفي العقيدة الفاسدة. وجوابنا على هذا أن نقول ما كان موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عقيدة صحيحة، وما كان مخالفا لهم فهو عقيدة فاسدة. وكذلك يقال في الأعمال البدنية: ما كان موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عمل صالح، وما لم يكن كذلك فهو عمل فاسد. وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه، وينبغي أن نبحث هل نحن في عقيدتنا، هل نحن في أعمالنا موافقون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أم مخالفون.